أهلا بيكم. والسر وراء تأخير طرح الدولة لشقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط في دار مصر وجنوب. إيه السر بقى؟ وإيه اللغز اللي لغاية دلوقتي الدولة اللي قالت أنا هطرح شقق إسكان اجتماعي للشعب ما طرحتش حتى الآن، لا اجتماعي ولا متوسط حتى، والإيجار مأخرينه وكل حاجة مأخرين. إيه السر وإمتى انفراج هذه الأزمة؟ أقول لك أنا السر، وإحنا مش بنضرب كف على كف ولا بنضرب ودع ولا لا لا خالص. الصورة واضحة كوضوح الشمس. السر في أزمة التمويل. التمويل العقاري. التمويل العقاري يواجه في مصر أزمة كبيرة جدا، هي اللي موقفة كل مشروعات الدولة الخاصة بالإسكان. يعني إيه؟ يعني هقول لك أنا كدولة عندي الأرض، صح ولا لأ؟ عندنا الأرض. عندي المقاولين، عندي المقاولين. اقدر ابني بدل الوحده مليون وحده، بس المشكله في التمويل العقاري. ليه؟ لان انتوا لو تفتكروا صندوق الاسكان الاجتماعي ده هو اللي بيقسط للناس الشقق. اقول لك لا، غلطان. ده هو بيبني ويروح للبنك يقول له يا بنك اديني انا تمن الوحده وقسط انت مع الراجل، والبنك المركزي يقسط لك الفايده. يعني يعمل لك ايه؟ مقص لاسعار الفايده. انت مثلا هتدي ب 7% والبنك المفروض الطبيعي بتاعه يدي 25%، البنك المركزي يديك الفرق او وزاره الاسكان تديك الفرق. المشكله دلوقتي ارتفاع اسعار الفايده ده وقف الدنيا كلها. الدنيا كلها وقفت. يعني ايه؟ يعني حضرتك الفايده اللي كنت قادر تاخدها من التمويل العقاري 3% دي خلاص اتلغت، انسى. 7% خلاص، ده هيديها بالتيلة. فبالتالي الدولة مش قادرة تنزل، مش قادرة الدولة تدفع للبنوك فرق أسعار الفايدة. أنا كبنك، أنت هتيجي تقول لي أنا البنك صندوق الإسكان الاجتماعي محولني عليك. البنوك الأول كانت بتقول لك حبيب قلبي وتاخدك بالحضن. دلوقتي دلوقتي البنك كان بيدي لك الفايده 7% او 3% ويروح ياخد من البنك المركزي الباقي. البنك المركزي قال لك مش قادر العب، فبالتالي منتظرين الفلوس تيجي من الحكومه. هل الفلوس هتيجي من الحكومه؟ هل الحكومه فيها فلوس؟ هنا بقى تبقى المشكله. طب المشكله دي ليه؟ ان من ضمن المصروفات بتاع الدوله يخصصوا مبالغ كبيره للتمويل العقاري. يجي في موازنه الدوله كده يقول لك 50 مليار جنيه عشان خاطر التمويل العقاري والشقق. فالموضوع كله واقف على ايه؟ الموضوع كله واقف على المخصصات اللي هتتم. طب ليه حتى الان ما تمتش؟ لان ارتفاع اسعار الفايده دي فاجئ الكل. ارتفاع اسعار الفايده دي بفاجئ الكل، عامل ربكه للكل، شركات التمويل العقاري وشركات كل حاجه في لبخه كبيره. ده حتى كمان ارتفاع اسعار مواد البناء اللي هي الدوله هتسعر على ايه؟ الدوله هتسعر على اسعار بنى بتاعت دلوقتي ولا كمان 3 سنين ولا كمان سنتين؟ وفي النهايه الدوله عايزه استمراريه الطرح، عايزه انها تقدر تطرح على طول، فبالتالي عايزه تغطي جزء من تكلفتها ويبقى الدعم محكوم. عارفين حته القرار اللي اتاخد في 2000 في الاعلان ال 14 بتاع كل اللي قدم هياخد؟ ده مش هيتكرر تاني. بعد كده هتلاقي الدوله بطرح 10000 شقه، هم 10000 شقه، فالدوله تطلع تقول لك دلوقتي انا هقدر ابني، هقدر بس بعدد محدد عشان تحسب تكلفته في الميزانيه وعشان تحسب تكلفته في اللي جاي. فاي حد فاكر ان المشكله اللي لغايه دلوقتي مأخره هل ده شيء طبيعي؟ لا، مش طبيعي. ده غصب عن المسؤولين عن الدوله، لانهم مش قادرين لا يسعروا حتى 8 شقق. هم خلاص سعروا وسعروها بالزياده، تمام، لكن سعر فايده، هل هو قادر يدفع الفرق للبنوك دلوقتي؟ هننتظر موازنة العام القادم ونشوف هو هيخصص كام مليار للتمويل العقاري والاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط. وانا اتوقع وبقول لك اهو، الاسكان المتوسط القادم كان دار مصر وسكن مصر هيبقى على فترات قصيرة جدا في التقسيط، والفوائد بتاعته مش هيبقى فيها دعم، واللي قادر على كده يتفضل واللي مش قادر خلاص. عرفتوا ايه هو السر
اللي مأخر كل مشروعات الدولة ومش مخلي الدولة عارفة تنزل مشروعات إسكان بالأعداد اللي نزلت بيها، مع إن في طلب جامد قوي. وحتى بعد رفع السعر ال 500,000 في طلب. ولكن المشكلة مش في كده، المشكلة فين؟ في التمويل العقاري وأسعار الفايدة اللي ارتفعت جدا. منتظرين أسعار الفايدة تنخفض، منتظرين أسعار الفايدة تتعمل. فإن شاء الله أسعار الفايدة دي لما تنخفض شوية هيقدروا يبقى التمويل العقاري متقارب شوية مع أسعار الفايدة الموجودة، وبالتالي يقدروا ينزلوا الحاجات اللي هم عايزينها، وبالتالي الكل يقدر يستفاد وما يبقاش فيه أي مشكلة، وتقدر الدولة تطرح المشروعات تاني بتاع الإسكان زي الأول. يا رب فعلا تكون الناس عرفت السر، والموضوع ده مفيش اي حد تاني هيقوله لك، ولكن هي دي الحقيقة اللي هي ساعات بتتقال بين السطور. واعرف ان شاء الله ان اي انفراجة في هذه المشروعات هتكون في بعد شهر 6 القادم. ولكن احنا حتى الان موعودين ان شقق الايجار، شقق فالي تاور، شقق بعض المشروعات هيتم طرحها في هذا العام المالي من هنا لغاية شهر 7 القادم. خلينا نتابع مع بعض ونشوفكم بكل المشروعات الجديدة وكل الأخبار الجديدة والمفيدة. دايما يا رب نشوفكم بكل خير، وشكرا لكم وللقاء كل متابعينا الكرام.